لا، اشرف غريب معاك. اتفضل. حلو. أشرف غريب مو؟ اتفضل. إيه. سؤال بلا زحمة، سؤال واحد بس. إيه. ما هي نسبة صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ مكذوب على النبي لم يصح. مكذوب على النبي لم يصح. مكذوب على النبي لم يصح. لا تكذب. أكبر علمائكم منهم أحمد بن حنبل، في كتاب مسند أحمد بن حنبل يذكر هاي الرواية، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، بأنه يعني ورد هو عن قال النبي صحيحه؟ صلى الله عليه يعني وسلم. ذكرها قال صحيحه يعني؟ ايه ايه؟ طب ايه لو ايه الامام احمد صحيحة. بن حنبل هو رواها قال، الضبط. اسمعني قدام ايه. الجمهور يا استاذ علي، علي نعم. علي علي الشيعي، لو احمد بن حنبل عادي يا صحح علي هذه بس. الروايه، نعم. من مات ولم يعرف امام ايه نعم. زمانه مات ميتة الجاهليه، انا هو واحدة هتشيع، لسك الصور. واخلي ايه. ال 1412 معايا اللي موجودين في البث المباشر يتشيعوا. نفتح المصادر مع بعض يا استاذنا علي علي الشيعي المهتدي من العراق. اتفضل افتح المصدر وقرأ للتصحيح، ومن المحقق الذي صحح. اتفضل. المصدر الأول ما ورد في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل. هذا الكتاب نحن لعله لم نبينه في الحلقات السابقة. تصنيف الإمام أبي فلان الذي يقول ابن حزم الأندلسي الظاهري المتوفى سنة 456 من الهجرة، وبهامشه المجلد الثاني يطلب من مكتبة المثنى ببغداد. في الجزء الرابع من الكتاب، طبعا الطبعة ما مذكورة هنا بحسب الظاهر، بل لا توجد فيها طبعة لأنه من الطبعات القديمة من مكتبة المثنى ببغداد. في الجزء الرابع من هذه الطبعة هكذا يقول: في الجزء الرابع صفحة 102، في الجزء الرابع صفحة 102: قال أبو محمد فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن رسول الله صلى الله عليه وآله نص على وجوب الإمامة. هؤلاء الذين يقولون أن رسول الله ترك الأمة ماذا؟ نعم، من تختار. لا، هو يقول نص على وجوب ماذا؟ الإمامة. ولكن بعد ذلك سيتضح فرقه عن مدرسة أهل البيت. نص على وجوب الإمامة، وأنه لا يحل بقاء ليلة دون بيعة. لا يحق لمسلم ليلة واحدة أن ينام بلا ماذا؟ بلا بيعة الإمام. بلا بيعة الإمام. نعم. هذه القضية، هذا النص الذي قرأته لكم من المتفق عليه بين علماء المسلمين. الآن قد يقول قائل: ما هو دليل هذا الادعاء؟ دليل هذا الادعاء ما ورد في عشرات المصادر، وأنا أشير إلى بعضها. المصدر الأول ما ورد في مسند الإمام أحمد الجزء 28، مؤسسة الرسالة، هناك في صفحة 88 من الكتاب، في الحديث 16876، الرواية عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال رسول الله: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. يقول: هذا حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين إلى آخره. ثم يذكر عشرات المصادر التي نقلت الحديث. هذا هو الأمر الأول، هذا النص الأول. النص الثاني ما ورد في صحيح ابن حبان، قال المجلد العاشر بتحقيق شعيب الأرنؤوط، أيضا مؤسسة الرسالة، وهذا المصدر أيضا أشرنا إليه سابقا. المجلد العاشر صفحة 434، الرواية أيضا عن معاوية قال رسول الله: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. قال: حديث صحيح، وأخرجه أحمد والطبراني
وإلى غير ذلك. هذا هو الحديث الثاني أو المصدر الثاني. المصدر الثالث ما ورد في مسند أبي يعلى المجلد 13، مسند أبي يعلى الموصلي، حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد، مكتبة الرشد ودار المأمون للتراث ناشرون، المجلد 13 صفحة 366، الحديث 7375، الرواية عن معاوية أيضا قال رسول الله: من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. قال إسناده حسن. النص الأخير اللي وارد أيضا في صحيح مسلم، اللي بعد أنا ما كان عندي مجال أجيب الكتب: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وهو وارد في صفحة 773 من هذه النسخة المعروفة، الحديث 1850. هناك صريح العبارة: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة ماذا؟ جاهلية. إذا نحن عندما ندور مدار هذه الروايات نجد أنه بشكل واضح وصريح تقول ما ذكره ما ذكره ابن حزم الظاهري. نعم. قال بأنه نص رسول الله على أنه لا يمكن أن يبقى الإنسان ليلة وليس في عنقه بيعة ماذا؟ لإمام. إنما الحديث لفظه: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إنما المعنى: مات كما يموت أهل الجاهلية إذ كانوا يستنكفون أن يبايعوا أحدا. تمام. ليس المعنى أنه كافر. السلام عليكم. صحيح الحديث. السلام عليكم. صحيح الحديث. السلام عليكم. صحيح الحديث. يسأل هذا الأخ العزيز ويقول: أريد أن أعرف هل يوجد في كتب أهل السنة والجماعة من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية؟ وشكرا لك. الجواب أخي الكريم: نعم يوجد. إليك المصدر الأول، كما جاء في كتاب مسند أحمد: قال رسول الله: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. إسناده صحيح. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن المطيع حين كان من أمر الحر ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتيك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقوله. سمعت رسول الله يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهناك مصادر أخرى كثيرة ذكرت هذا الحديث الصحيح. فنحن والحمد لله إمامنا هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما زلنا إلى اليوم نسأل أهل الخلاف من هو إمامكم في هذا الزمان. يقول لكم رسول الله: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. فمن هو إمامكم الذي بايعتموه؟ أكيد لا تعرفون، فأنتم ستموتون ميتة جاهلية، والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب إخواني، هذا هو أمامكم الكتاب، هذا الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للإمام علاء الدين المتوفى سنة 739. أمامكم الكتاب في المجلد 10 بتحقيق حققه شعيب الأرناؤوط. زين، شعيب الأرناؤوط، وطبعته مؤسسة الرسالة. أمامكم الكتاب في الصفحة 434 يقول: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا محمد بن يزيد بن رفاعة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن صالح عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. قال أبو حاتم: قوله معنى ميتة جاهلية عندما ترجع إلى المحقق هنا، شوف هذا رقم 1، هذا رقم 1 إخواني بالهامش: حديث صحيح، وهذا هو مات ميتة جاهلية حديث صحيح رواه